اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه، نجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. طبعا احنا معاكم على الهواء مباشره، بنتكلم مع حضراتكم النهارده عن تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياه الاسريه، الاب والام والاولاد، الزوج والزوجه وهكذا. خلينا نرحب بضيفتي الكاتبه نشوى ناجي. اهلا وسهلا بيكي، صباح الخير، كل سنه وانت طيبه. اهلا بحضرتك. كنا بنقول انه اصبح سمه اساسيه او يعني جزء لا يتجزا من حياتنا، يعني اول ما تلاقي وخاصه مع ظهور الموبايلات بشكل الانترنت عليه، كل بتكة زر كده زي ما بيقولوا بتجيبي كل اللي انت عايزاه بكل مواقع التواصل. اصبح سهل بقى، بتاخديه معاكي في كل حته وبقت الحياه كلها. يعني حتى كان في فيديو كده يوريكي ازاي الناس اول ما تصحى من النوم اول حاجه تمسكها لغايه ما تنام بالليل بتبقى اخر حاجه وهكذا. انت شايفه ده ازاي؟ بصي، هو اي حاجه في الدنيا كلها ليها ايجابيات وسلبيات. ففي ناس من منطلق ومنظور الترابط الاسري والعلاقات الاجتماعيه بين الناس شافت ان الغزو التكنولوجي الرهيب ده هيأثر بالسلب على العلاقات بين الناس وبعضها، سواء كانت صداقات او علاقات اجتماعيه او جوه الاسره نفسها. هيأثر بالسلب. اللي هو هيحصل ايه هو التأثير السلبي ده؟ ان ممكن الحد ده اللي هو بيستخدم اوفر قوي الانترنت والتواصل والموبايل والتكنولوجي ينفصل او يحصل له نوع من انواع العزله او الانطواء، ويبقى شخصيه انطوائيه او شخصيه زي ما بيقولوا فيرتشوال، واخده على او عايشه في جو خيالي، الحياه الحياه مش العاديه او مش الطبيعيه، الواقع. كل ده لو فكرنا فيه هنلاقيه بيصب في حاجه واحده، ان في سلبيات وفي ايجابيات، لكن تو وات اكستنت، يعني الى اي مدى. يعني الحاجه لما تزيد عن حدها طبيعي هتتقلب وهيبقى لها تاثير سلبي. في دراسات كتير قوي اتعملت في الحته دي، خصوصا في حكايه الجانب الاسري والتواصل الاسري، وازاي ان التكنولوجي واخده الجيل الجديد او الجيل الابناء والبنات من العيله. وكل بصراحه الاستطلاعات الراي والسيرفيز اللي اتعملت في الدراسات دي اثبتت ايوه ان في نسبه كبيره بتتاثر سلبيا، وان العلاقات في البيت بقت متاثره سلبيا بموضوع التكنولوجي الاوفر. ليه تفتكري يعني خلينا نمسكها جزء جزء، يعني اذا هنتكلم على كل فرد في الاسره، ليه تفتكري انه هذا الشكل من التكنولوجيا واخد الجيل الولاد بشكل كبير لدرجه ان هو افضل بالنسبه لهم 100 مره من ان هم يقعدوا مع باقي افراد الاسره، من ان هم حتى يجتمعوا على سفره، يجتمعوا على فيلم يتفرجوا عليه في التلفزيون مثلا، تلاقيهم في المطاعم بره، في الكافيهات، اي بره كل واحد قاعد ماسك حاجه بتاعته وشغال عليها. ففكره ليه هم رافضين ده؟ ليه رافضين او مش رافضين؟ ليه عندهم ده احسن امتع في حياتهم؟ الحقيقه هم في الدراسات اللي بقول لحضرتك عليها دي عملوا استطلاعات راي، فسالوا ولاد وبنات لوحدهم وسالوا الاب والام لوحدهم، فكانت اجابات الولاد والبنات ايه، خصوصا في مراحل سنيه. والله هو مش ده، يعني الدراسه دي كانت على مراحل سنيه، بس احنا برضو حتى لو كبرتي في تاثيرات، بس خلينا نتكلم على نطاق الاسره. سالوهم انت ليه مثلا واخد وقت طويل قوي كده على زي مثلا على الفيسبوك او تويتر او اي سوشيال ميديا، وما بتتكلمش مع مامتك وباباك بشكل. كانت الاجابه ما حدش بيفهمني قوي، انا بلاقي على شبكات التواصل ناس فهماني، انا بتكلم براحتي من غير ريستراكشنز، من غير انا مع بابايا ومامتي مش باخد راحتي، انا مش واخد على الحوار معاهم بالطريقه بتاعتي، فانا اريح ان انا مع ناس مش بيحطوا لي قواعد تخنقني او بتاع. هي دي كانت الاجابه كانت ايه؟ مش محدش فاهمني. انا لما بقول مش محدش بيفهمني، فانا هروح ناحيه حاجه بتريحني اكتر، ما فيهاش رولز قويه، ما فيهاش بتكلم براحتي. فدي فجوه في التواصل مسؤول عنها الطرفين، مش طرف واحد بس. فلما بتيجي لازم تعملي انفستيجيشن، بتسالي الاطراف كلها. يعني انت لو سمعتي من الاب والام هتلاقيهم بيقولوا لك ايه؟ لا ده على طول، ده اوفر قوي، ده بياخد وقت كتير قوي في استخدامه، ده احنا ما بنتكلمش حتى زي ما حضرتك قلتي، لو بناكل او قاعدين او حتى خارجين بره اوتنج او اي حاجه من دي. وفي نفس الوقت الطرف الاخر عنده تبريراته وعنده وجهه نظره، فيجب ان احنا لما نبص لاي قضيه نبص لها يعني على التوازي من كل الاطراف، عشان نفهم ونقدر نحلل ونوصل لنتيجه في الاخر. فهي دي كنت بعرض لحضرتك تفكير ده ايه، يعني تفكير ده ايه، انا ما حدش فاهمني. طب ده بالنسبه للجنسين، يعني الولد والبنت زي بعض، كل واحد فيهم نفس الرد انه ما حدش فاهمني، يعني ولا في اختلاف مثلا ما بين النوع يعني؟ الحقيقه يعني الحته دي يعني هو هتلاقيها في استخدام التكنولوجي، ما فيش فرق قوي في الجندر قوي في الموضوع ده.
هو تقريبا في فرق في الايدجنج يعني المراحل عملوا العمريه. السيجمنتيشن على الايدج والمراحل العمريه. طب ايه اكتر وبداوا يعملوا مرحله عمريه منفصله كده تماما وكثيره الاستخدام للتكنولوجيا؟ زي ما قلت لحضرتك، مرحله اللي هي التين ايجرز المراهقه، لان بيبقى فيها فجوه انا متمرد، انا عايز حد يفهمني، انا اللي اكبر مني مش عايشين معايا في نفس الاهتمامات والحاجات، انا لازم اللي يفهموني يبقى الايدجنج جروب بتاعي، فانا لازم اروح ناحيتهم قوي. فهي بتبقى الحته هنا بتبقى تتعالج ازاي؟ ان انت كنطاق اسري ما تزودش الفجوه دي. يعني يعني مثلا خلينا نتكلم عن السوشيال ميديا، لان هي دي اكتر حاجه بتاخد الوقت وبتاخد العين، وانت حتى وانت قاعده مع حد مش هقول اصغر، بس حتى في الصحاب مع بعضيهم، حتى على مستوى بس خلينا نتكلم في الاسره. لما يجي مدخل الاب والام يتكلم بالسلبيات، يجي مثلا يقول لحد كفايه كده، ده كتير قوي، لا ده مضر جدا، لا ده انت اكيد بتعمل حاجه غلط، ده انت مش عارف ايه، ممكن يعني فهماني. فلازم نجيب الايجابيات الاول بدل السلبيات، عشان ما يبقاش الممنوع مرغوب. يعني ما تقولي نهي يعني هيتعمل العكس. دي حاجه معروفه جدا، حتى في طبيعه حتى حد كبير مش حد صغير، يعني حد وسط في السن. ففكره الايجابيات تقولي مثلا برضو على في نقطه مهمه جدا، ان انا ما ينفعش اعمل الرقابه دي او شكل الحوار ده وانا ما عنديش ملمه بشكل التكنولوجي ده ايه. يعني مش هينفع تتكلمي مع حد اصغر او حد يعرف قوي في موضوع التكنولوجي وانا ما عنديش الخلفيه، ابقى بتكلم في ايه، ممكن حد يرد حضرتك مش فاهمه بقى يعني انا بعمل ايه. فلا طبعا ما فيش سلبيات ولا حاجه، انت بتتكلمي في حاجه مش عارفاها. فلازم نقرب المسافات بين الاجيال، يعني نقرب المسافات بين الاب والام. الام تعمل لنفسها ديفلوبمنت مستمر، ان هي تبقى على درايه تامه هي بتتكلم في ايه. يعني مش عيب خالص انها تاخد كورسز في التكنولوجي وكده، عشان تقرب لما تحب تقول ايجابيات تبقى عن علم. طيب هنستكمل كلامنا، بس انا عايزه انقل مع الساده المشاهدين لمحاكمه القرن ونشوفها مع بعض ونرجع نكمل كلامنا.